مساء الخير. قصة جامدة قوي عن عقوق الوالدين. أتمنى إن انتوا تسمعوا معايا شوية وتستحملوني حبة وتشوفوا إيه اللي بيحصل في الدنيا. ربنا يهدي كل من كان يا رب. تعالوا نشوفوا إيه الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم مع رويدة سويلم وقصص وحقيقة من واقع الحياة. طبعا القصة ديت بجد يعني مؤثرة جدا، وتعبت أنا نفسيا منها وأنا بصورها وأنا بصور وأنا بسجل فيها. نفسيتي تعبت جدا. عقوق الوالدين، العيل أو الولاد لما يعوقوا والديهم كما تدين تدان. تعالوا نقول لكم إيه اللي حصل وإيه اللي بيحصل مع عم علي، نشوفوا إيه اللي حصل له في القصة دي وكلنا نكتبوا له الله يرحمه. عم علي الله يرحمه كان عايش حياة كريمة مع والديه وهو لسه شاب صغير، وكان تحت رجليهم، تحت رجل أمه وأبوه. ماتت أمه وفضل أبوه، فضل يخدم أبوه لحد ما أبوه تولاه الرحمن ودفن أبوه. وعم علي بقى فضل داخل في الحياة لوحده لأن كان وحيد أمه وأبوه، وفضل يعمل حاجات كتير من أجل إن يعيش حياة طيبة مع أبوه ويشيل أبوه على كتفه. عم علي طبعا عاش حياة صعبة جدا. كانوا فقراء، كان هو بيشتغل بنا وكان معاه وما كانش لسه اتجوز، ولما أبوه توفى وأصبح لوحده اتجوز بقى لوحده. اتجوز واحدة بنت حلال ست طيبة وعاشت معاه حياة كريمة لمدة 5 سنين. وال5 سنين بعد تعب سنتين تأليم وتعب ومش عايزة تروح للدكتور عشان توفر حياة كريمة لمحمد، توفاها الله يرحمه. وعم علي فضل يجاهد ويجهد ويجاهد نفسه علشان يجيب فلوس لمحمد عشان يصرف عليه، عشان يدخله أحلى مدارس ويعلمه أحلى تعليم، لحد ما محمد دخل كلية الهندسة وبقى في كلية الهندسة وبقى فرحان بيه ويكد ويتعب، وراجل كبير في السن كبر ومراته ماتت والحياة هلكته. وفضل يجيب علشان يربي محمد عشان يصرف عليه وما يحوجوش لحد محمد ما بقى باش مهندس قد الدنيا. وبعد ما خد الشهادة علشان هو وحيد ما كانش له جيش، فراح على طول اشتغل في شركة مهندس. وطبعا في اثناء ما راح الشركه يشتغل مهندس، ابوه بقى قال الحمد لله ربنا هيكرمني بمحمد وهو اللي هيتولى المصاريف بقى. فضل الاب المكلوم على حياته منتظر ابنه عشان يساعده يقبض مرتبه وما يسألش في ابوه. وفكر بقى في الجواز وقال له يابا عايز اتجوز. قال له ماله يا ابني؟ كان ابوه فرحان بيه قوي وكان بيخدمه قوي وعايش تحت رجليه قوي، الاب مش الابن. شوفوا الافتراء وصل لفين. قال له ماله يا ابني؟ شوف انت عايز تتجوز مين؟ قال له انا اخترت عروسه. قال له على بركه الله، وعمل له فرح وقعد في سكن جنب بيت ابوه. وطبعا بالتالي ما بيروحش لابوه ولا بيسأل على ابوه ولا بيشوف ابوه ولا الهوى. ابوه اللي كان كل فتره كده يروح يخبط عليه، عامل ايه يا محمد؟ انا الحمد لله كويس يابا. قال له طيب انت مش محتاج حاجه؟ يعني عايز يفكر يقول له اسأل على ابوك، شوف ابوك عايز ايه ومحتاج ايه. ايه الافتراء اللي احنا فيه ده؟ فالمهم الولد ما سألش على ابوه، وجاله في يوم من الايام وقال له يابا انا هسيب البلد اللي انا فيها. هتروح تشتغل فين يا محمد؟ قال له في البلد الفلانية فيها شركة كبيرة هروح اشتغل فيها مهندس. طب اوعى تنساني يا محمد. لا يا بابا، لا يابا مش هنساك. اول ما بس اخد سكن واثبت حالي كده على طول هبعتلك تيجي تقعد معايا. خد مراته وسافروا البلد اللي هو مسافرها، وتنوا شاريله بيت او شاريله شقة وقعد فيها واشتغل مهندس. وحماه ابو مراته مشتغل عنده في الشركة مدير الشركة. ونسى ابوه نهائي، نسى ابوه خالص، ما عادش فيه بقى ولا بابا ولا يحزنون. ففي يوم من الايام جاي واحد من البلد اللي ابنه بيشتغل فيها وقال له يا عم علي، مش انا قابلت محمد؟ يا شيخ عامل ايه؟ اخباره ايه؟ طمنا عليه كويس. طب بالله عليك قول له اتصل على ابوك وطمنه عليك. قال له حاضر انا مسافر بعد يومين وهقول له. وفعلا الراجل ما كدبش، رجع شغله وراح له وقال له يا استاذ محمد او
والراجل ما كدبش خبر وراح لمحمد وقال له ابوك سأل عليك. قال له هبقى اكلمه، وادي وش الضيف سنة واتنين ما يتكلمش ابوه ولا يسأل على ابوه ولا يبعت لابوه حتى مبلغ ضئيل يعيشه زي ابوه ما كان معيشه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ازاي يحصل كده؟ المهم عم علي فضل منتظر يا عيني، يروح كل يوم يطلع على الجسر اللي هو عليها الطريق اللي بتيجي منه العربيات اللي بيجي من البلد اللي هو جاي فيها، على اساس يقول لي محمد ابني جاي النهارده، هو قال ان شاء الله هو جاي النهارده، ويرجع خايب الامل كل مرة على كده. ففي مرة برضو جه الراجل اللي هو جاله قبل كده وقال له انا شفت الباشمهندس، تنه الراجل كاتب له جواب وقال له يا محمد انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج اشوفك يا ابني، محتاج احضنك، محتاج اخدك في حضني، ابوس ايدك يا ابني، تعالى اشوفك يا عالم هنشوفوا بعض تاني ولا لا. والراجل وداله الجواب. المرسال خد الجواب وراح للباشمهندس وقال له الحاج بعت لك الرسالة دي. قام هو خد الرسالة من ايد الراجل وتنه حطتها على المكتب في الشركة بتاعته ونساها، وقعد سنتين برضه ولا يسأل على أبوه ولا يشوف أبوه ولا يبعت لأبوه ولا يتصل بأبوه ولا أي حاجة. في الأثناء دي كان في جار جنب أبوه هو اللي متولي عم علي، وهو اللي بيتعايش معاه وهو اللي بيصرف عليه وهو اللي بيدخله الحمام، وهو وابنه في قلب البلد اللي هو فيها مع المدام بتاعته ومع أهل مراته عايشين حياة هنية وناسي أبوه، ناسي أبوه. الراجل تعب ومات. جاره بقى اللي كان متولي عم علي بعت مع المرسال ده برضه قال له يا محمد تعالى ابوك مات وتعالى عشان تدفنه. جه عشان يحضر الدفنة، جاي بعربية ايه بقى، حاجة اخر قلاجة، حاجة جميلة جدا، عربية اللي هي الكبيرة قوي دي. وجه حضر الجنازة دفن ابوه، وقعد لبعد العشاء كده بعد ما خلص الشيخ ربعين قرآن وتن واخد نفسه وراجع. في الأثناء دي بقى حصلت مشاكل في الفترة دي في الشركة، مش في اليوم اللي هو جه فيه كان بتحصل مشاكل وما كانت متدارية عليه. فهو بقى بيرتب أوراقه وظروفه وحاجات من دي، عثر على الجواب اللي كان أبوه بعتهوله وحدفه في درج من أدراج المكتب. قرا الجواب قعد يعيط ويقول يا حبيبي يابا بعتلي جواب وانا ما شفتوش ليه يا ابن الموكوسه، ما شفتوش ليه، ما شفتش وسألت على أبوك ليه، أبوك اللي شالك على كتافه، أبوك اللي كدح عشان يخليك مهندس، أبوك اللي جاع وصبر علشان تبقى راجل. قلبي يبكي، قلبي يبكي عشان ما شافش الجواب إلا بعد أبوه ما مات. الجواب فضل في درج مكتبه سنتين وأبوه بعت له يترجاه. عارفين ربنا عامل فيه كده وبهدل له شركته اللي هو كدح وعملها عشان ما رضاش ابوه، عشان عاقب ابوه اللي شاله على كتافه، ابوه اللي اتحمل الذل وتحمل الجوع وبقى ياكل العيش الناشف علشان يوفر له اللقمه ويوفر له العيشه الهنيه. اخرتها الابن ما سالش على ابوه، وبعد ما مات قال يا عيني وفر دمعتك يا حبيبي، وفرها عشان خاطر ما تزعلش مراتك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والله يرحمك يا عم علي، وربنا خلص لك رغم ان هو ما دعاش على ابنه، كان بيبعت له يقول له عمري ما هدعي عليك يا ابني، انا عايزك تكون مسعود ومستور وبس. سبحان الله ولا اله الا الله، كما تدين تدان، افعل